واخيرا السوق المصري بدا يفتح شويه وبدانا نشوف موبايلات جديده بدات تنزل. والموبايل اللي معانا النهارده هو الريدمي الاي 1 بلس من شاومي. الموبايل ده يعتبر ارخص موبايل من شاومي حاليا ضمن كل الموبايلات اللي الشركه بتنزلها في مصر. فيا ترى ايه مميزاته وايه عيوبه وهل يستحق السعر بتاعه فعلا ولا لا؟ ده كله هنعرفه في الفيديو ده، فبدون اي تاخير خلينا نبدا. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد للريدمي الاي 1 بلس اللي هو يعتبر سلسله اقتصاديه من السلسله الاقتصاديه اللي شاومي اوريدي بتعملها، وهتعرفوا الكلام ده ليه كمان شويه. ولكن خليني في الاول اقول لكم سعر الجهاز ده نازل مصر بنسخه واحده 2 جيجا بايت رام وذاكره داخليه 32، والنسخه دي سعرها 3000 جنيه. وقبل ما اتكلم عن السعر كمان شويه لان انا عندي تعليق مهم على السعر، خلينا الاول نتكلم عن الجهاز نفسه والتصميم بتاعه اللي يعتبر مختلف شويه. الجهاز هنا جاي بشكل كامل من البلاستيك، والظهر هنا هتلاقيه واخد نقشه كده اهو كانها زي الجلد، وفريم الكاميرات في الجهاز هنا هتلاقي البروز بتاعه لا يكاد يذكر، وهتلاقي تحته كده في نص الجهاز البصمه اللي موجوده في الموبايل، والبصمه هنا سرعتها يا دوبك متوسطه في سرعه القراءه. والمنافذ اللي موجوده في الموبايل كلها في اماكنها المعتاده بما فيها منفذ المايكرو يو اس بي للاسف اللي بتشحن منه الجهاز، كنت اتمنى انه يكون تايب سي، ولكن على اي حال المنفذ الوحيد اللي مكانه غريب شويه هو منفذ سماعه المكالمات وسماعه السبيكر، اللي هما الاثنين جايين في حاجه واحده. السماعه السبيكر هي نفس سماعه المكالمات. عارف الموبايلات اللي بيكون فيها سماعات ستيريو بيكون فيها سماعه تحت وسماعه ثانيه فوق بتشتغل كسماعه مكالمات وسماعه سبيكر لما تشغل مزيكا على الجهاز مثلا. شاومي المره دي حبت توفر فشالت خالص السماعه اللي تحت وخلت السماعه اللي فوق بس اللي هي سماعه المكالمات، ولكن بتقدر تطلع صوت اعلى شويه، فبالتالي بتستخدمها كسبيكر علشان يقللوا في التكلفه على قد ما يقدروا. وبالرغم من ان صوت السماعه هنا يعتبر كويس، ولكن وانت معاك مكالمه بما ان هي نفس السماعه السبيكر فالصوت بتاعها بيكون عالي شويه، ولو في حد جنبك ممكن يسمع اللي بيكلمك بيقول لك ايه. فاخد بالك من النقطه دي وحاول توطي صوت الموبايل علشان ما حدش يتجسس على المكالمات بتاعتك. وعلى سيره المكالمات فالموبايل ده بيقدر ياخد خطين وبيشغلهم 4G في نفس الوقت، وكمان في مكان منفصل لكارت الميموري. صوت سماعه المكالمات عالي وواضح زي ما قلت، ولكن الجهاز هنا للاسف بيفتقد لوجود مستشعر التقارب، فالموبايل هنا بيحاول يحاكي عمل مستشعر التقارب بالسوفت وير، والمحاكاه بتاعته يعني مش قد كده، احيانا بيبقى شغال كويس واحيانا لا. فكنت اتمنى ان الجهاز هنا يكون فيه مستشعر تقارب حقيقي. نيجي بقى للشاشه بتاعه الجهاز، والشاشه هنا الصراحه ما فيهاش كلام كتير. الشاشه هنا جايه من نوع IPS وبدقه HD بلس وبحجم 6.5 بوصه. وطبعا الشاشه هنا كعاده الفئه الاقتصاديه الريفريش ريت بتاعها 60 هرتز. وتجربه الشاشه عموما التجربه مقبوله، السطوع بتاعها يعني الى حد ما مقبول، زوايا الرؤيه كويسه مش افضل حاجه طبعا. فاجمالا تجربه الشاشه على الفئه السعريه تعتبر كويسه، ولكن في حاجه واحده ضايقتني فيها، وهو ان الجهاز هنا بيفتقد لوجود مستشعر الاضاءه، فبالتالي انت مضطر ان انت تعدل البرايتنس او السطوع بتاع الشاشه على حسب المكان او على حسب الاضاءه في المكان اللي انت موجود فيه. فالموضوع ده الصراحه رخم شويه وكان مضايقني، كل شويه لازم اعدل السطوع بنفسي. يعني كنت اتمنى ان يبقى فيه مستشعر موجود في الجهاز. الحاجه كمان اللي قفلتني من الجهاز ده هو المعالج اللي فيه، لان المعالج اللي موجود في الموبايل هنا هو الميديا تك الهيليو A22، وده معالج رباعي النواه، والصراحه محدش هيتوقع منه اداء حلو. ولكن الجهاز هنا جاي مع 2 جيجا بايت رام وذاكره داخليه 32 جيجا، جاي من نوع eMMC 5.1، فالمواصفات هنا محدوده قوي، وبالتالي اداء الجهاز في الالعاب هنا كان محدود جدا. ببجي اشتغلت على بالانسد جرافيكس وعلى ميديم فريم ريت، والصراحه اللعبه كانت بتقطع جدا ومش هتحس ان انت مستمتع وانت بتلعبها. اما كول اوف ديوتي اشتغلت على لو جرافيكس وعلى ميديم فريم ريت، ولكن التجربه بتاعتها كانت اسلس بكتير من ببجي. اما اداء الجهاز في الاستخدام اليومي فالصراحه الاداء بتاعه فاجئني شويه. من غير ما نحور كلنا عارفين ان شاومي اداء الاجهزه الاقتصاديه بتاعتها بيكون صعب شويه، وده بسبب ان الواجهه بتاعت شاومي الميو اي بتكون تقيله على جهاز بمواصفات اقتصاديه. ولكن شاومي هنا خدت قرار مختلف شويه. الواجهه اللي موجوده في الموبايل هنا هي مش الميو اي، هي واجهه اندرويد الخام الاندرويد جو اللي هي النسخه المخففه من اندرويد 12. فالواجهه هنا تعتبر ما فيهاش مميزات كتير، فبالتالي ده مخلي الواجهه على الجهاز هنا سلسه بشكل كبير عن ما كنت متخيل. انا كنت متوقع ان الجهاز يهنج ويعلق اكتر بكتير من التهنيج والتعليق اللي ما زال بيحصل دلوقتي، ولكن الموضوع يعني حاليا الى حد ما يبقى في مقدار المقبول بالنسبه للفئه السعريه. انما لو الجهاز ده كان نازل عليه نسخه الميو اي الكامله صدقني الجهاز كان هيبقى غير قابل للاستخدام تماما. فكويس ان شاومي نزلت اندرويد جو على الجهاز هنا. ولو فاكرين سلسله المي الاي 1 والاي 2 والاي 2 لايت، السلسله اللي كانت بتنزلها شاومي اللي كان دايما نسخه الاندرويد اللي موجوده في الاجهزه دي بتبقى هي نسخه الاندرويد الخام، فدي تعتبر السلسله الاقتصاديه منها، لان الثانيه
كانت مي A1 دي الشاومي ريدمي A1. فالريدمي هي سلسله اكثر اقتصاديه، فبالتالي دي النسخه الاقتصاديه من سلسله الاي اللي بتيجي باندرويد خام. فكويس ان الجهاز ده جاي باصدار نسخه الاندرويد دي. لكن على الجانب الاخر واحده من نقاط التميز الفعليه اللي موجوده في الموبايل ده هو البطاريه اللي موجوده فيه. وبالرغم من ان هي كرقم مش كبيره قوي، هي 5000 ملي امبير، ولكن بسبب ريزوليوشن الشاشه القليل وبسبب المعالج اللي اداؤه على قده شويتين وكمان باقي المواصفات اللي مش كبيره، فالبطاريه هنا ممكن تقعد معاك لمده طويله جدا. يعني حرفيا الجهاز ده ممكن يتعدى معاك ال 10 ساعات من وقت عمل الشاشه، ولو انت استخدامك متوسط فممكن الجهاز بمنتهى السهوله يكمل معاك لحد 3 ايام كاملين من الاستخدام. فالبطاريه هنا ما عنديش عليها اي تحفظات. التحفظ الوحيد هو على سرعه الشحن، لان الشاحن اللي جاي مع الجهاز هنا جاي بقوه 10 واط، وهياخد تقريبا 3 ساعات الا 10 دقائق او الا ربع على ما يشحن لك الجهاز بشكل كامل من 0 ل 100%. فسرعه الشحن الصراحه على قدها شويه. وبرده خد بالك ان محتويات العلبه بتاعت الجهاز ما فيهاش غير الشاحن ووصله اليو اس بي. فلو انت كنت طمعان في جراب او سكرينه للجهاز فللاسف دول مش جايين معاه في العلبه، فاعمل حسابك ان انت هتشتري دول من بره لما تروح تشتري الجهاز جديد. اما الكاميرات اللي موجوده في ظهر الجهاز فهم كاميرتين، ولكن الصراحه كاميرا منهم للعزل بدقه قليله جدا 8 من 100 ميجا بكسل، ففكنا منها خالص. الكاميرا الثانيه جايه بدقه 8 ميجا بكسل، والكاميرا دي صراحه صورها متواضعه جدا ومتفاوته بشكل كبير في مستوى الاضاءه من مكان للتاني، بالرغم ان انت بتصور في نفس ظروف الاضاءه. فالموضوع غريب شويه، والالوان تحس كده احيانا انها مكتومه، ووضع البورتريه برضو مش دايما الصور بتاعته حلوه. هتلاقي ان العزل بتاعه صعب شويتين 3 4 الصراحه. وبالليل حاول بقدر الامكان ان انت تصور في مكان فيه اضاءه قويه، لان الاضاءه الضعيفه بتخلي صور الكاميرا غير مقبوله اطلاقا. اما كاميرا السيلفي اللي موجوده في الجهاز فجايه بدقه 5 ميجا بكسل، ومعالجه الالوان فيها مش مستقره خالص، والتفاصيل الى حد ما تعتبر مقبوله بالنسبه لانها 5 ميجا بكسل، ولكن الصراحه الديناميك رينج صعب جدا. وبالليل لو بتصور في مكان فيه اضاءه قويه الى حد ما الدنيا هتمشي شويه، ولكن وضع البورتريه سواء الصبح او بالليل في كلا الحالتين النتائج بتاعته يعني يا دوبك مقبوله على جهاز في الفئه السعريه دي. اما بخصوص تصوير الفيديو على الجهاز ده فخلينا نشوف مع بعض. خلينا نجرب سريعا بقى الكاميرا الفيديو على الريدمي الاي 1 بلس. الموبايل ما فيهوش غير الكاميرا خلفيه وحيده، وبتصور 1080 30 فريم في الثانيه، ومتهيألي زي ما واضح التثبيت مش قد كده او ما فيش تثبيت اصلا. حاجه تصوير الكاميرا الفيديو السيلفي فبرضه 1080 30 فريم في الثانيه، ولكن الديناميك رينج صعب شويتين. الشمس غايبه النهارده فمش واضح قوي الديناميك رينج، ولكن حتى وهي غايبه السماء مش ظاهر فيها تفاصيل. يعني الى حد ما التصوير مقبول، ولكن الديناميك رينج على قده شويه، التثبيت قليل خالص. التفاصيل يعني الى حد ما مقبوله، ولكن ديناميك رينج على قده شويه. بس كده تجربه سريعه للجهاز. الخلاصه سريعا في الريدمي الاي 1 بلس، الجهاز ده لو كان نزل في الفتره اللي كان فيها الدولار ب 15 او 16 جنيه، الجهاز ده كان تسعيره وقتها هيبقى تقريبا 1200 1100 1300 جنيه بالكتير. ولكن حاليا بما ان الدولار دلوقتي متسعر 25 جنيه، والمفروض في ناس كتير بتقول ان هو هيوصل ل 30 جنيه، فصراحه الجهاز ده يعني انا من جوايا رافض ان هو يتباع ب 3000 جنيه. المواصفات دي كنا بنشوفها في اسعار اقل من كده بكتير، ولكن للاسف الوضع الاقتصادي حاليا يعني احنا كلنا المفروض يعني نسلم بيه، حاجه غصب عننا كلنا. فيعني بالرغم ان انا جوايا رافض سعر الجهاز 3000 جنيه كتير، فغصب عننا للاسف مضطرين ان احنا كلنا نتاقلم مع الوضع الحالي. فسعر الجهاز للاسف دلوقتي بقى منطقي على قيمه العمله بتاعتنا اللي للاسف كل شويه القيمه بتاعتها بتنزل. فمش عارف اقول ايه، ولكن ده الواقع اللي احنا عايشين فيه. فربنا يسترها علينا جميعا. ودي كانت كل حاجه عن الريدمي الاي 1 بلس. لو عندك اي سؤال بخصوص الجهاز اكتبه في التعليقات، وطبعا ما تنساش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. يلا سلام.